طبعا حبايبي السلام عليكم. اليوم نقدم لكم فوائد كحل الأثمد الأصفهاني الخالص، اللي يعتبر من أرقى وأحسن أنواع الأثمد. يعتبر علاج طبيعي لجميع أمراض العيون، منها القصر وضعف الرؤية والغواش والجفاف والاستجماتيزم والتحسس من الضوء والتهاب القزحية المزمن. كذلك يعالج حكة الأجفان والجنيجل والتحسس من الضوء والتهاب القزحية المزمن والماء الأبيض والماء الأسود، طبعا بشرط العين سليمة من العمليات الجراحية. مثل ما قلنا، هذا هو كحل الأثمد الأصفهاني الخالص اللي ذكره الرسول الكريم، ومن أقواله صلى الله عليه وآله: عليكم بالأثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هو علاج لكل أمراض العيون، مثل ما قلنا: الضعف والقصر والغواش والجفاف والالتهابات واحمرار وحكة الأجفان والحبوب الدهنية اللي تصيب الأجفان والفيروس والتهاب القزحية المزمن. علاج الرمد والجنيجل، علاج الضعف الشيخوخي، علاج التهابات القزحية أو التهاب القزحية المزمن، علاج انتفاخ الأجفان، علاج تورم العين، علاج الإحمرار والحكة الشديدة، ويصفي بياض العين ويجعل العين صافية ذات بياض ناصع. مثل ما قلنا، يحارب البكتيريا والفيروسات والطفيليات اللي تصيب العين، يقوي البصر، يعالج القصر والضعف والاستجماتيزم والعشو الليلي، يعالج ارتفاع ضغط العين، يعالج الالتهابات، يعالج القصر الشديد والبعد والاستجماتيزم، يعالج التحسس من الضوء والتهابات القزحية، يعالج الجفاف الشديد وتدمع العين. اللي عينهم دمع طبعا جدا مفيد لهم، لأن هو مهم جدا في علاج جفاف العين الشديد. يعالج مثل ما قلنا الحبوب اللي تصيب العين والجنيجل والرمد، وحتى الرمد الصديدي اللي يعتبر من أخطر أنواع الرمد. كذلك يعالج الفيروس والالتهابات الشبكية الحادة. كذلك يعالج الحساسية والإحمرار والحكة. مفيد جدا في إنبات الرموش، اللي يعاني من مشكلة تساقط الرموش أو عند الرموش دائما تتساقط باستمرار. يقوي البصر، يقوي البصر، مهم جدا في تقوية البصر. يعني مثل ما قلنا، هو يعالج الضعف الشيخوخي ويزيد من عفوا ويزيد من إنبات الرموش، علاج طبيعي بدون أي آثار جانبية.